بس لو عندي فد 10 ملايين إلا أقلب الدنيا. هذا الكلام يقوله أغلب الشباب اللي يعتقدون أنه إدارة المال وافتتاح المشاريع بهذه السهولة. فرسالتي اليوم للشباب المؤمنين بهذه الفكرة دون تجربة مسبقة. شوفوا حبايبي، أحد رجال الأعمال في محافظة نينوى أعرف معرفة شخصية، موفر لعائلته كل احتياجاتهم ومدللهم دلال، وما دخل ولا ولد من أبنائه بأي استثمار تابع له، عايش حياته الخاصة بعيدا عن الأنظار. قدر الله على هذا الرجل أن يتوفى بفيروس كورونا، الله يرحمه ويغفر له. فبعد أن انتهى مجلس العزاء طلعوا أبنائه يتابعون مشاريع والدهم المتوفي، فقدروا يحصلون بجهود الطيبين اللي يعرفون والدهم على مبلغ 600 مليون دينار عراقي أموال كاش تابعة لوالدهم المتوفي. فهم 4 أخوة قاسموا المبلغ، وكل واحد طلع له 150 مليون دينار عدا ونقدا. فبعد أن تقاسموا المبلغ كل واحد منهم بدأ يصرف بطريقته الخاصة. واحد يوميا بدل سيارة حديثة، واحد قضاها سفرات، والثالث كل شهرين يفتح محلات ويخسر ويرجع يعزل المحلات، وهكذا لحد ما صفروا كلهم بعد أقل من سنة فقط. وأفضل واحد بيهم اليوم عنده سيارة سايبة ويشتغل بيها تاكسي بالشارع، والبقية كلهم عمالة وحسرة عليهم الفلس. الشاهد من هاي القصة، هذول الأبناء الأربعة ما كان وصلوا لهاي المرحلة لو عندهم معلومات عن إدارة المال وكيف لازم تكون نفقاتك أقل من دخلك الشهري. ما كان خسروا أموالهم بسنة لو يعرفون شنو الالتزامات، شنو الأصول، إيش وقت تستثمر بالآمن، إيش وقت تستثمر بالخطر. فالخلاصة إدارة المال مو شي سهل، لازم تعرف شنو صافي الدخل، شنو دراسة الجدوى، الفئات المستهدفة، جمهورك منو، كيف تقدم خدمة، كيف تحل مشكلة. موضوع مو بهاي السهولة. يعني أعرف شخص آخر أيضا فتح محل ما طول شهرين وعزل. قلت له ليش عزلت؟ قال لي الكل شي كنت مستعد، بس شغلة وحدة ما كنت حاسب حسابها. قلت له شنو هاي الشغلة؟ قال لي الصبر. فهل انت عندك صبر انه تقعد بمحل يوميا من الصبح للمغرب؟ هاي كلها مهارات تحتاج الى سنين من التجربة والممارسة والتعلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فالموضوع مو سوالف اخواني. اياك ان تعتقد ان الامر بهذه السهولة دون تجربة مسبقة. إياك أن تعتقد أنك إيلون ماسك وانت قاعد مخلي رجل على رجل وتقلب بالموبايل 24 ساعة على أشياء ما تنفعك بحياتك. فلا تتصور أنه النجاح سهل. أي بداية تبديها بحياتك راح تواجه بيها مطبات وأخطاء وتعب وخسارة لمدة 6 أشهر إلى سنة تقريبا. بعدها إما أن تكون لك درس وتنهض من جديد، وإما أن تكون إنسان محبط وتبقى تمثل دور الضحية مدى الحياة. فإذا أردت أن تغير حياتك وتنجح لازم تغير أفكارك وعاداتك وتطور مهاراتك وتتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم، وتستعد من الآن الحفر بئرك قبل أن تعطش. ختاما أدعوك بقلب محب إلك أن تتابع قناتي وتشوف جميع الفيديوهات الموجودة بيها، وإن شاء الله راح تجد بيها أشياء تنفعك بحياتك. وكالعادة غير أفكارك تتغير حياتك. سلامتكم.